الواحد مش قادر على مصاريف رمضان. طب احنا نعمل ايه؟ لازم ندور على واحد غني عشان نلبسه في عزومه رمضان. لقيتها. مفيش غير هو الاستاذ هدى ابو نضاره. انا هنده على عباس ابني يجيبه نلبسه في عزومه رمضان ونمضيه كده بالورقه والقلم، بس الكراسه يكون فيها جلده عشان ما اتعلمش تاني، ونمضيه ونلبس في عزومه رمضان. يا عباس خد اقول لك يا ابو، تعال نشوف ابوي عايز ايه. تعال. تعال قول. ايه ده الساعه لسه 10 الصبح. هو ده يوسف. اقعد. عامل ايه؟ عامل الله يخليك. اخبارك ايه؟ الله يخليك. عامل ايه؟ تعال اقول لك. الاستاذ هدهد ابو نضاره ده ماله هدهد؟ يا ابني زي ما بقول لك الحاله زنقه قوي، عايزين نلبسه في عزومه رمضان. ايه والله عندك حق عليك. طب ما تيجي نمضيه. طب انا رايح انا. يلا يا ماله يوسف. مع السلامه. بس هلا مش هنقول له ان احنا ندبس، احنا هنقول له في مصلحه حلوه. وهو كذلك فكره حلوه. يلا إيه؟ الواحد مش مرتاح في الامور دي، يعني الواحد يلاقيها من المدرسه ولا من المعمل ولا من طنبور ولا من بالظبط. ربنا يدبرها. السلام عليكم يا سود. بركات. ازيك يا باشا؟ هلا عبيد. كل عام وانت رمضان كريم. الله يخليك. اخبارك ايه؟ يوسف يا سلام عليكم. هلا يوسف. عامل ايه؟ اخبارك يا سود؟ تمام والله الحمد تعال لله. طمنا عليك. 100 100. يا اخي في مصلحه حلوه عايزينك فيها. خير. تعال اتفضل. خير خير ان شاء الله. مصلحه عايزينك فيها. ماشي يعني. مصلحه كبيره قوي ليك يعني خير لخيرها يا عمر. فيها فلوس يعني. فيها فلوس احلى فلوس. يلا. تعال اتفضل اتفضل يا سود اتفضل. روح انت يا ابو عباس. احن ابو عباس، نعم. جبنا لك هدهد وظبطنا لك الدنيا. ابو نضاره ايوه جدع يا اتفضل يا استاذ هدهد. اتفضل 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 يا باشا اتفضل. فضلك الله. اتفضل اتفضل. ايه يا استاذ هدهد، احنا شايفينك انت ان انت اغنى واحد فينا وهتيجي تكمل ازمتك بتاع شهر رمضان من اول يوم لحد اخر يوم. لا انا ولا عباس ولا يوسف ولا حد نقدم بحاجه الحاله تحت الارض. ايه الكلمه انت بتقول ده يا ابو عباس؟ هو انا عشان معايا فلوس تلبسني الشهر كله يا ابو عباس؟ انت كده تخرب بيتي يا ابو عباس. يا عم اسكت تبعه بس تبعه بس مالكش دعوه. يا راجل ده الشهر كله يا عباس. وده 30 يوم ويا 30 سنه. 30 يوم وانت شايفني سويرة. انت معدي سويرس بشويه. معاك يجي كم مليون كده. هو انت ضارب يا ابو عباس؟ لا يا عم لو ضرب كنت قعدت معاك. يعني انت شغال في الضرايب؟ لا ده احنا عايزين عزومات رمضان. مالكش دعوه بقى، انا مش مع هشتري عباس بيتي. ابن عايز يوكل وصايم الراجل وعايز ياخد تخصصات دي. المهم انت تمضي عشان ندي مصلحه ونلخص. تمضي ولا جوز رقب الطنبور؟ هو العامل الواحد هم حاطين لي طنبور في سكه ان انا امضي على باقي عزومات رمضان. طب الجماعه دول كرشهم فاضي عايزين يعبوا على حسابي انا، وجع سودا ومجاني. مبرت مقولتها امضوا خالص. انا امضى مش همضي، هنوقع لك ومنكم الطنبور عادي مش هتفرق معايا. الطنبور. السلام عليكم. هنوقع في النجره. قلت له انا عندي عاد فكره على كيف جود احنا هنمضي طنبور بحيث انه هدى عادي. وابو عباس لا يعرف طنبور ولا ولا يعرف هدى. هدى. ايوه يعرفوا بعضيهم. لو عرفنا انا وانت غصب يعرفوا هم. ايوه والله لعبه ماريو دي رمضان ما يحلاش من غيرها. لا ولعبه الكبار والصغيرين كمان. امال ايه وده طنبور؟ حاجه حلوه خالص. طنبور. ها؟ السلام عليكم. طب ازاي يا حاج عبد؟ تعالى والطنابير. ده الصح. عامل ايه؟ مين اللي معاك ده؟ قاعد تزن لوحدك هنا؟ انا عامل ايه طيب؟ ليك عندي مصلحه حلوه جدا. ده هي دي. قوم معايا وانت تعرف. لا عرفني. تعالى معايا. رسيني على الفوله. ده فيها اكل وشرب وبص. اه. هنمر على طول الشهر. يا راجل. قوم بس معايا والله. لا 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 لا. اسمع مني. قوم قوم معايا ده مصلحه حلوه. بما ان هدهد اخوه غني امم وفلوسه على ويلها ما تاكلهاش نار، امم فابويا قال ايه احنا نمضي هدهد على عزومات شهر رمضان. امم وما رضيش يمضي. عمل فيها بلعوط واتبلعط وقام وجري. وجع انت السود. قوم مم. امضي انت مكانه تمام. مم. وليك يا عم نص العزومات. نص العزومات. ايه حلال عليك. نص العزومات. ايه بس قومك دي مصلحه. ماشي يلا. ماشي. وجبت لك لبس هدهد امم عشان تلبس وابو عباس ما يعرفش. طب ده 100 100. يلا اقلع. وانت متاكد ان ابو عباس الخير عليه؟ وعيب عليك عيب عليك اقلع بس اقلع. ماشي. جبت لك هدهد لا. واقنعته بالامضاء. خلاص يلا ولازم يمضي. ماشي يلا فين الورقه والقلم؟ بالقرب بتاعه. طب فين الورقه والقلم بتوعك؟ امضي يا هدهد. بص يا حاج ابو عباس بعد ما صلى على النبي، على سبيل السلام انا همضي عشان خاطرك انت ولاجل عيونك انت. حبيبي بالك تسلم. هدهد مش اما يتكلم كده طنبور. امال ايه؟ انت متكلم
خليك جد اراوغ شوي. طيب. كلام زي هودو. حاضر لو سمحت يا حاج يا ابو عباس، حاضر يا استاذ هدهد. انا همضي بس علشان خاطر فيها. شو بتكلم كيف؟ هم انا بتكلم كيف ما كلام تضايقناش. عادل، كلام زي هودو يعني مش عارف هودو اخوك ما يتكلم كيف. طيب كلام حاضر، عادل حاضر. هيكشفني. اني استخرت الله. انت ماكوش طول برضه بالك. بص يا ابو عباس، نعم. انا امضى مش همضي. بس اخوك هودو في خطر. وقال المشكله ما البيت كله في خطر، ده انتوا عايزين تفطر الشهر كله على حسابنا يا ولاد. اضرب فين؟ هوجعه. ما انت قاعد تكتر. مش انت اللي ما انت تقولش، قاعد انت اللي جبت تكتر. لي. طيب